السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نقدم معكم معقودة. كنحتاجو نص كيلو ديال البطاطا حمراء، شوية ديال الملحة، شوية ديال الخل. كنديرو بطاطا تسلق. من بعد ما كتسلق البطاطا كنقشروها، تنمعسوها بالفورشيط، كنمعسوها مزيان ما يبقاوش عندنا دوك الطريفات فيها. من بعد كنضيف واحد المكون كيجي فيها زوين. كنحتاجو معلقه كبيره ديال الفرماج. اللي ما عندهاش هذا الفرماج ممكن تعوضوا بالجبن مثلثات، حتى هو كيجي فيها زوين كيعطيها مذاق زوين. كنحتاجو في العطريه شويه ديال التحميره، شويه ديال القزبر يابس، شويه ديال البزار، شويه الملحه، شويه ديال الخرقوم، شويه الهريسه. من بعد كندوزو البطاطا ديالنا، كنكوروها بين يدينا وكنبسطوها. كنبقاو على هاد الطريقه حتى كنكملوا الكميه ديالنا كامله. من بعد ما كنكملوا الكميه كلها كندخلوها للثلاجه وكندوزو نحضروا الخليط اللي كنديروه اللي كندوزو فيه البطاطا. كنحتاجو شويه الطحين، شويه البزار، شويه الخرقوم، شويه التحميره، شويه ديال القزبر يابس، ساشي ديال خميره الحلويات، والماء كنبقاو نضيفوه بشويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون ما ثقيل ما خفيف، كيكون بهذا الشكل هذا. من بعد ما بردت لينا البطاطا مزيان كندوزوها في هذا الخليط. كنكونوا سخنا الزيت مزيان، هذا هو السر باش كتجي المعقوده ديالنا زوينه. كنسخنوا الزيت مزيان. هانتوما كتشوفوا غنقلبها قدامكم، كتقلب بكل سهوله، ما كتلصق ما حتى شي حاجه. هذا هو السر ديالها باش تجيكم معقوده زوينه وما تمحنكمش في الطياب ديالها. نتمنى تعجبكم الطريقه وتجربوها. وهذا هو الشكل ديالها بعد ما طابت، كتجي زوينه وفيها واحد القرمشه رائعه.